السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم طبخ بكل بساطة. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحضر معكم بسبوسة خطيرة جدا، بنينة سهلة وسريعة واقتصادية، وكذلك ومثال كتجي هشيشة كتذوب ذوبان في الفم ومعلكة كذلك. كنتمنى فعلا انكم تجربوها لانها كتجي غنية بالمذاق ديال الحامض، وكنحضروها غير بيضاء واحدة. فإلا عجبكم الفيديو خليو لي جيم وتابوناو وضغطوا على جرس التنبيه باش كيوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم باش هكا تعم فائده، طبعا فضلا وليس امرا، غير باش هكا نزيد نتشجع ونعطي اكثر واكثر من الوصفات السهله والسريعه. كما كتشوفوا معايا البسبوسه كتجي هشيشه وفتيه، كنقول لكم غير جربوها واكيد غادي توليو ديروها وتعاودوا. فندوزو دابا ان شاء الله باذن الله المقادير وطريقه التحضير. واول حاجه كنحضروها هي السيرو ديال اللي باش غادي نسقيو البسبوسه ديالنا. عندي هنايا واحد الحامضه اللي كتكون بالحجم صغير، غادي نضيف عليها الكاس من الماء. هنايا الحامض كنغسلو مزيان وكنحتفظوا به يعني بالقشره ديالو، كنحيدوا له غير داك العظيمات ديالو. وغادي نضيف عليها كاس الى ربع من السكر سنيده او السكر الخشن. صافي دابا هنا في هذه الاثناء هذه غادي نشعل عليها النار، والنار اللي كتكون متوسطه في الاول حتى غادي تبقى هكا كتغلى معانا مزيان، حتى تبدا هكا كتكون لينا واحد الكشكوشه وكتبدا تغلي معانا بهذه الطريقه هذه. صافي هنايا في هذه الاثناء هذه عاد غادي نقصوا ليها النار وغادي نخليو لها النار اللي كتكون يعني اقل من المتوسطه كما كتشاهدوا معايا في الصوره، وغادي نخليوها كتغلي مزيان 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 لمده ما بين 5 حتى 8 ديال الدقائق. المهم حتى كنتحصلوا على واحد القوام كي بحال هذا القوام هذا، حتى كنتحصلوا عليه بهذه الطريقه هذه. هانتوما كما كتشاهدوا اللون ديال السيرو كيتبدل كيولي غادي ذهبي كما كتشاهدوا معايا في الصوره. صافي دابا في هذه الاثناء هذه غادي نطفيو عليها وغادي نخليوها حتى تبرد تماما، وعاد غادي ندوزو باش نحضروا البسبوسه ديالنا. وبالنسبه للمقادير ديال البسبوسه عندنا هنايا قبصه من الملح في اناء، وغادي ناخذوا حامضه وغادي نحكوا لها غير داك القشيره ديالها الفوقانيه داك الصفراء فقط. حاولوا ما امكن انكم ملي تكونوا كتحكوا الحامض ديالكم ما تقيسوش الجهه البيضاء باش هكا ما تعطيكمش المروره في البسبوسه ديالكم. صافي من بعد هكا ما حكيت القشره ديالها بحال هكا، كناخذ داك الحامضه كناخذ عصاره وكنعصر العصير ديالها وكنحتفظ به حتى هو في ان شاء الله باذن الله حتى الاخير عاد غادي نحتاجوه. هذا هو العصير ديالنا اللي كنتحصلوا عليه، كنتحصلوا على نصف كاس من عصير ديال الحامض. صافي دابا بسم الله غادي نضيفوا بيضه كامله، وهنا من الاحسن تكون بيضه بدرجه حراره المطبخ وتكون كبيبره شويه. غادي نضيفوا هنايا نصف كاس ديال السكر سنيده او السكر خشن. غادي نخلطوا مزيان هاد المكونات هذه بالطراب اليدوي فقط حتى كيتجانسوا لينا هكا العناصر مع بعضياتها، والبيض هكا كيتبدل له اللون ديالو، والسكر هكا حتى كيذوب لينا بطبيعه الحال، حتى كنتحصلوا على قوام اللي كيكون ابيض بهذه الطريقه هذه. صافي دابا غادي نضيفوا نصف كاس من الزيت النباتيه كذلك ومثال مع التحريك المستمر حتى غادي نتحصلوا على واحد بحال شكل هكايا كريمه فقط. المهم غير كيتجانسوا لينا العناصر مع بعضياتها. صافي كنحبسوا الخلط وكنضيفوا هنايا كاس من الحليب. هنا الا كان عندكم متوفر الياغورت ديال الحامض كان احسن، غادي يعطيها بنه اكثر واكثر فهكايا في البسبوسه ديالكم، اولا الياغورت الطبيعي اولا ياغورت ديال الفاني. المهم كيبقى داكشي على حسب المتوفر وعلى حسب الاختيار ديالكم. غادي نضيفوا هنايا سميده اولا سميد الرقيق اولا الفينو هانتوما اولا الدقيق القمح الكامل. هنا انا غادي نضيف جوج ديال الكيسان مقياس ديال العنبه. في هذه المرحله هذه الا بغيتوا تضيفوا هكايا واحد جوج معالق كبار ديال الكوك او جوز الهند، كيعطيها واحد المذاق اللي رائع جدا. انا هنا راه غير نسيتو داكشي باش ما درتوش في هذه الوصفه هذه، غير جربوه مع الكوك اكيد غادي يعطيكم واحد المذاق اللي خطير جدا. صافي من بعد ما كنضيف هكايا السميده غادي نضيف هنايا 16 غرام من الخميره الحلويات بما يعادل جوج ديال لي شاسي. كل شاسي كيوزن 8 غرام. صافي كنخلط هكا المكونات كامله مع بعضياتها مزيان مزيان حتى كيتجانسوا لينا العناصر هكا مع بعضياتها، وما كنضيفوش في الاول الحامض بتاتا. صافي حتى كنساليو حتى كنخلطوا مزيان المكونات، عاد كنضيفوا نصف كاس من عصير الحامض. وهنايا الحامض دائما نضيفوه في هذا زعما هكا بسبوسه، ولا من الاحسن نخليوه حتى الاخر باش هكا ما كيقتلش لكم المفعول ديال الخميره ديالنا، باش هكا ما تجيكمش البسبوسه ديالكم طافصه زعما ما كتجيش هكايا منفوخه مفشفشه.
صافي هنايا كنخليها جانبا. المول ديالي كنكونوا موجدينه من قبل، يعني قبل ما كنخلطوا البسبوسه ديالنا كنكونوا موجدينه من قبل. انا هنا فرشته بورق الزبده ورشيته ودهنته هكا بقليل من الزيت ورشيته بالسميد الناعم. الا بغيتو زعما الا ما كانش متوفر عندكم الورق الزبده صافي غادي دهنوها غير بزبيده وترشوها بالفينو صافي، زعما ما كاينش مشكل. كنفرغ فيها الخليط ديال البسبوسه ديالي، في نفس الوقت غادي نقاد ليها هكا الوجه ديالها بلا سباتي باش ما تجينيش هكا هي جهه منفوخه وجهه، راكم عارفين لان القوام ديال البسبوسه كيكون ثقيل شي شويه، باش ما تجيش هكا جهه طالعه وجهه هابطه. صافي في هاد الاثناء هادي كيكون الفران عندي مشعل، المهم ماشي بزاف يعني غير كنبدا هكا غير كنبغي نخلط مثلا كنبغي نخوي هكا الخليط ديالي في المول عاد كنشعل عليها الفران كتكون على 160 170 درجه. بالنسبه للفرن الكهربائي كتكون النار غير من الاسفل حتى كتنفخ لينا هكايا وكتحمر لينا من الجناب ومن الاسفل وكتبقى دير لنا هكا واحد النقيطات من الفوق. صافي تحمروا لينا اولا تذهبوا لينا عاد كنشعلوا عليها من الفوق باش كتحمر لينا. بالنسبه للفرن الكهربائي كنشعلوا عليه حتى غير كيدفى هكا واحد شويه، كندخلوا عليه البسبوسه ديالنا. النار اللي كتكون غير من الاسفل، النار اللي كتكون بطبيعه الحال مهيله صافي حتى كيذهب حتى كتذهب لينا هكايا وكتبان لينا واحد النقيطات من الفوق بداو هكا كيذهبوا لينا، عاد كنهبطوها لتحت كتحمر صافي وعاد كنخرجوا هذيك الساعات. وهذه هي البسبوسه ديالنا من بعد ما وجدت معنا اولا من بعد ما طابت. صافي كنحيد المول، وهنا بامكانكم ديروا اي مول كان متوفر عندكم اولا ديروها يعني غير في داك المقله ديال الحرشه زعما فعادي جدا. صافي كنحيد ليها انا داك ورق الزبده وغادي نديرها هنايا في صحن التقديم صافي، وهي مازال سخونه والسيرو كيكون عندنا بارد بطبيعه الحال. صافي ديك الساعه غادي نبقى تنسقيها بهذه الطريقه هذه، لان ملي كتكون هكايا البسبوسه سخونه وكنبقاو تنسقيوها كتشرب لينا بسرعه وكتجينا معلكه اكثر واكثر. صافي هنايا نتوما كما كتشوفوا كنحاولها هكا من الجوانب وكلشي. هنايا الا بغيتو هكايا دغيا تشرب لكم هكايا تقبوها بواحد شويه ديال الكوردون ولا فورشيطه باش دغيا هكايا تشرب لكم داك السيرو. صافي وكندخلوها وكنخليوها حتى كتدفى مزيان عاد كندخلوها للثلاجه حتى كتبرد تماما. عاد كنخرجوها هكايا كنزينوها. انا هنايا درت واحد الملعقه كبيره ديال المربى اولا يعني ديال العسل اولا الناباج، المهم اللي متوفر عندكم كدهنوا ليها هكا الوجه ديالها بطبيعه الحال حتى كتكون بردات تماما. صافي كناخذ واحد شويه ديال جوز الهند هكايا كندردرو من الفوق هنايا، لانني اصلا زعما هاد الوصفه هادي يعني من الاحسن اننا نضيفوا فيها هكايا شويه ديال جوز الهند حتى من الداخل الا كان متوفر بطبيعه الحال كيزيدها بنا. ما كانش يعني كتستغناو عليه، حتى انا راني ما درتش فيه يعني انا غير نسيته ولكن جا بنين بزاف واخا ما درتش ليها زعما هكا جوز الهند. صافي كناخذ هنايا واحد القليل من اللوز افيلي، انا هنايا فرتته زعما بغيت غير فرتته ما بغيتش نخليه هكاك صحيح. صافي وكنزيدو فوق داك شويه ديال جوز الهند. وهنايا بامكانكم يعني ديروا اللي متوفر عندكم، التزيين كيبقى اختياري. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. كنتمنى فعلا انكم تجربوها لانها كتجي رائعه جدا، وغير بيضه واحده كنتحصلوا على بسبوسه اللي كتكون عائليه يعني وفيره. هانتوما شوفوا معايا وكتجي هشيشه خطيره جدا كتذوب ذوبان في الفم. شوفوا معايا وكتجي مجعبه كاننا زعما واخا ما درنا لهاش السميده اللي هي الغليظه يعني السميده ديال الحرشه، ولكن كتجي بنينه. غير جربوها حتى بالفينو كتجي رائعه. كنتمنى فعلا انكم تجربوها وتعجبكم. فإلا عجبتكم خليو لي جيم وتابوناو وضغطوا على جرس التنبيه باش هكا يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم باش هكا تعم الفائده، طبعا فضلا وليس امرا، غير باش هكا نزيد نتشجع ونعطي اكثر واكثر من الوصفات السهله والسريعه. وصلنا لنهايه الفيديو، فما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.